هنتكلم النهارده عن العشرة الأواخر، وقد إيه العشرة الأواخر دول من أهم الأيام اللي هتعدي عليك طول حياتك. عايزك بس تكون عارف إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشرة الأواخر ما لا يجتهد في غيره. يعني العشرة الأواخر دول كانوا من أهم الليالي اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت لازم تعمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم. والنهارده جمعت لك الحاجات اللي المفروض نعملها في العشرة الأواخر من شهر رمضان، وإزاي ندرك ليلة القدر وكل حاجة في الفيديو ده. وهنقسم الحلقة على 3 أجزاء، وأول جزء هو إحياء الليلة وإيقاظ الأهل، تاني جزء هو الاعتكاف وقراءة القرآن، وتالت جزء هو تحري ليلة القدر. أول حاجة هي اللي هي إحياء الليل وإيقاظ الأهل. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر كان أحيا ليلة وأيقظ أهله. أحيا ليلة إن هو كان بيصحى طول الليل يعني، ويأيقظ أهله إنه كان بيصحي أهله اللي هي زوجته يعني وكده، فاهم؟ فكان طبعا كانوا بيصحى طول الليل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم للعبادة، لتلاوة القرآن والاستغفار والصلاة والتهجد وكده، فاهم؟ فدي الحاجة اللي احنا لازم نعملها في الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان. وتاني جزء هو الاعتكاف وقراءة القرآن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر كان يعتكف في المساجد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتكاف ده اللي هو بتفضل قاعد في المسجد العشر الأواخر، تنقطع عن كل حاجة عن العالم، تفضل قاعد كده مع ربك، فاهم ان انت ايه؟ تكون قاعد في المسجد بتصلي وبتصوم وبتفطر في المسجد وكل حاجه، مالكش دعوه حتى بزوجتك واهلك كده اللي بره، فاهم؟ انت كده العشر الاواخر دول تعتكف مع حالك كده في المسجد بينك وبين ربك. وتالت جزء هو تحري ليله القدر. تحري ليله القدر ده بقى هنقسمه على 3 اجزاء، ال3 اجزاء هم فضل ليله القدر، والدعاء في ليله القدر، وتحري ليله القدر بقى اللي هو الوقت اللي انت هتتحرى فيه ليله القدر. أول جزء هو فضل ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني هنا ليلة القدر دي خير من 1000 شهر. 1000 شهر ده اللي هو بالمعنى كده تقريبا 83 سنة 84 سنة، فاهم؟ فانت ليلة واحدة بس لو انت صليت فيها وعملت الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعملها اللي احنا قلناها، ان شاء الله الليلة دي هتشفع لك، وان شاء الله هتدخلك الجنة. انت متخيل؟ الليلة دي هتعتقك من النار اصلا، ليلة واحدة بس. يعني 12 ساعة قصاد 80 سنة عبادة، فاهم؟ يعني انت لازم العشر الاواخر دول تجتهد فيهم بالحاجات اللي احنا قلناها. تاني جزء هو وقت تحري ليلة القدر. ليلة القدر دي بتكون في الليالي الوترية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الليالي الوترية من شهر رمضان. يعني الليالي الوترية دي اللي بتبقى 27 28، فاهم؟ دي الليالي الوترية كده بتكون في شهر رمضان، فاهم؟ هما بيكونوا في الآخر 10 أيام في شهر رمضان. فأنت إيه، وكمان في حاجة مشهورة جدا بيكون عرفت بيها ليلة القدر، إن تاني يوم بعد ليلة القدر بتكون الشمس بيضاء. يعني أنت شايف الشمس ليها لونها بيضة كده بس مفيش شعاع للشمس، فاهم؟ دي بتكون علامة إن الليلة اللي قبليها كانت ليلة القدر. برضه اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ليلة القدر وإزاي تعرف ليلة القدر، وشرحنا كل حاجة بالتفصيل عن ليلة القدر. تالت جزئية ودي الجزئية الأخيرة والأهم اللي هو الدعاء في ليلة القدر. الدعاء في ليلة القدر والدعاء عموما هو أحسن حاجة وأهم حاجة للإنسان، عشان لولا الدعاء ده أنت ربنا يعني لولا الدعاء ده مش هتكون متيسر في حياتك. والسيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في ليلة القدر، إنها تقول إيه في ليلة القدر والذكر اللي تقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني أنت المفروض تكتر في العشر الأواخر من الذكر ده اللي هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يلا قولها 20 مرة دلوقتي كده، فاهم؟ أنت لازم تكتر الذكر ده في العشر الأواخر زي ما اتفقنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وكان معاكم معاذ محمود. سلام.